لكن يسوع يقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. إذا مسألة القدرة فيها إشكال. يسوع الابن الأقنوم الثاني يقول أنه لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا، والله الآب يقول أنا أقدر، أنا الله القدير. إذا أصررت، إذا سكر الموسيقى، سكر الموسيقى. ما هذه الموسيقى؟ ما هذه الموسيقى؟ نعم ترنم. خلينا في الموضوع، خلينا في الموضوع حبيبي. أنا في الموضوع، أنا معك في الموضوع حبيبي. شغل الموسيقى. لماذا تشغل الخلفية اللي عندك؟ عندك الأجوبة. حبيبي أنا أعطيتك الأجوبة اللي أنت عاوز. ابحث بيناتهم واعرف أنت الحقيقة. لو أنت عاوز تصل، لو تكون باحث وعاوز تعرف. يجب أن يكون إيمان أعمى. يجب أن نقول أن يسوع جاء ولكي يموت، ويسوع بيحبني إلى غير ذلك. لا أعتمد على فهمي، لا أعتمد. عزيز أنت بدك سجل عندك اقرأ على نيت مهلك، اقرأ آيات أنا أعطيتك إياهم، وأعرف أنت كل شيء. أي آيات؟ ما هي الآيات التي أعطيتني؟ أنا والأب واحد. وأنا قلت لك أن أرجع أعطيك إياهم حبيبي، ما في مشكلة. أعطيني إياه. يوحنا 3 من 14 ل 18 سجل عندك. لا أعطيني، اقرأ علي النصوص، اقرأ علي النصوص. في غيرك كمان موجود. أنا أعطيك الآيات، اقرأ أنت. أنا صار ساعة عم أعيدك إياهم، أنت عم تكرر نفس الكلام. أعطيني النصوص. يوحنا 3 36. ماذا يقول النص؟ اقرأه علي، اقرأ علي النص. أعطيك الآيات وأنت سجل عندك واقرأ وقت. لا تقل آيات، قل النصوص. الآيات هذه في الإسلام. الآيات في الإسلام، النصوص في الكتاب المقدس. كررت عليك الآيات نفسها حبيبي، كررت عليك الآيات. أي آيات؟ لم تعطيني أي دليل. أعطيتني دليل. أنت عم تكرر نفس الكلام. إياهم سجلهم عندك واقراهم على 100 مهلك. أنت صار لي ساعة بتكلم معك، عايزك وقت ساعة بتكلم معك، أنت حاطط سماعات، تسكر أذانك ما بدك تسمع. برجع أردد لك الآيات وأعطيك إياهم مرة ثانية، سجلهم عندك واقراهم على 100 مهلك. يوحنا 3 36، رؤيا 5 10، رؤيا. اقرأ عليه النصوص. معي غيرك. أنا أطالبك بالنص. ساعة عم أتكلم معك حبيبي. أنا مش أجي أقتل يومي كله مع إنسان تفكيره محدود. أنا أعطي لك تفكيري محدود لأنني أقرأ من الكتاب المقدس. تفكيري محدود لأنني أقرأ من الكتاب المقدس وأعطيك الأدلة أن الابن لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا. أنت حر. أنا عم أعطيك آيات، إذا أنت مش مقتنع بهم أنت حر. نعم أنا حر. يجب أن أؤمن فقط بدون دليل. ما في شيء بدون دليل حبيبي. أعطيني الدليل. أطالبك بالدليل. موجود. ما في شيء بدون دليل. أنا ما عم أعطيك شيء بدون دليل، عم أعطيك كل شيء بدليل. أعطيني الدليل. حبيبي أعطيك إياهم. بدك أرجع أعيدك إياهم، ما فيش مشكلة. أنا أعطيك كل شيء. نعم أنا بنتظر الدليل حبيبي. أنا صار أعيد عليك. بدك أرجع أعيد لك الآيات، أعيد لك إياهم. بدك أعيد لك إياهم، ترجع أعيد لك إياهم. مش طيب اسمع. من هو يسوع؟ يسوع الناصري. من هو يسوع الناصري؟ يسوع المسيح هو ابن الإنسان وروح وكلمة الله. يسوع الناصري هو ابن الإنسان وكلمة الله وروح الله وكلمة الله. هل هذا موجود في الكتاب المقدس؟ نعم موجود. أنا عندي نص آخر يقول فيه أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. أعمال الرسل الإصحاح 2 والعدد 22.
يسوع الناصري هو رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بآيات وعجائب وقوات إلى غير ذلك. فيسوع الناصري هو رجل، ليس نعم ليس إله، هو رجل. هو ابن الإنسان رجل. مين عم يقول لك لا؟ يعني أنت عم تناقض نفسك بنفسك. من هو هذا الله؟ من هو هذا الله الذي أعطاه هذه القوات والعجائب؟ يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله، من قبل شخص آخر هو الله. ابن الإنسان، على ابن الإنسان اللي ولد من العذراء. وأين تكلم يسوع على أنه إله؟ حبيبي إذا أنت تفكيرك واقف محل واحد ما بتضيع وقتي وتضيع كل الشيء على الفاضي. بعثت لك آيات، بعثت لك الآيات كلهم مسجلين حبيبي. هاي بعثت لك إياهم على التكست. الآيات كلهم، الآيات سجلت لك إياهم كلهم على التكست وبعثت لك إياهم حبيبي. اقرأ الآيات بوضوح، اقرأ الآيات كل شيء واعرف القرآن نفسه. لا اسمع. لا أتكلم عن القرآن، أنا أتكلم في المسيحيات. أنا أريد دليل على أن يسوع هو الله. لا تشتت الموضوع، وتدخل في الإسلام. حبيبي ما بطلع برات الموضوع. كتابنا كتاب واضح، كتاب معروف. وهي بعثت لك الآيات اللي توضح إنه يسوع المسيح هو الله، نزل وتجسد صار إنسانا ليخلص الناس. هو بالبدء كانت كلمة والكلمة كانت عند الله. الشيء في البدء كان الله، في البدء كان الله، وكان الله عند الله، وكان الله هو الله. في البدء كان الله، والله كان عند الله، وكان الله هو الله. هل هذا يدخل العقل؟ محدود يعني واحد بدك تجي على قد تفكير واحد. شو بدك تسوي؟ كيف يمكن أن يكون تفكيري محدودا وأنا أقرأ من الكتاب المقدس الذي تؤمن به؟ كان الله والله كان الله، أنت عم تقرأ من عندك كلام شيء. هل الكلمة هو الله؟ نعم. هل الكلمة هو الله؟ الناس أنت بوضوح الناس. هل اسمع هل سؤالي واضح نعم أم لا؟ هل الكلمة هو الله؟ نعم أم لا؟ هل الكلمة هو الله؟ وكلمة الله ليست الكلمة هي الله. يسوع المسيح روح وكلمة الله. من هو هذا الله الذي كلمته هو يسوع؟ من هو الله الذي كلمته هو يسوع؟ أنت حول نفسك، عم تلف حول نفسك. أنت تقول لي اسمع أنت تقول لي أن يسوع هو كلمة الله. أنت تقول أن يسوع هو كلمة الله. من هو هذا الإله الذي كلمته هو يسوع؟ من هو الله اللي كلمته هو يسوع؟ هو الآب والابن والروح القدس، إله واحد. آمين. أحد ثلاثة آلهة. واحد آمين. أنت تقول لي في البدء كان الكلمة، عند الله، وتقول لي الله هو الله الآب، وتقول لي أن الله هو الله الآب وهو الإله الحقيقي الذي جاء في يوحنا 17:3. إذا أردت أن تشرك إله آخر تقول أن الابن هو إله آخر مع الآب، فإنك تشرك بالله، لأن يسوع يقول الذي يشهد لي. أنا لم أقل إله آخر، حبيبي. أنا أعطيك الدليل على أنه إله آخر، أعطيك الدليل. اصبر وأعطيك الدليل. اصبر وأعطيك الدليل. يسوع يقول الذي يشهد لي هو آخر لم تسمعوا صوته قد ولا تبصروا هيئته. يسوع يقول الذي يشهد لي هو آخر في يوحنا 5:23. يوحنا 5:23 يشهد له هو آخر. من هو هذا الآخر؟ افتح النص ولا نناقشه سوا. من هو هذا الآخر؟ عندي النص يوحنا 5:23. نعم. أنا عندي النص يوحنا 5:23. من هو هذا الشخص الآخر الذي يشهد ليسوع؟ افتح اقرأ 23. اقرأ. الحق أقول لكم. أنا بنتظر.
تفضل اقرأ من 19 لل 23. اقرأ، أنا معك، اقرأ. اقرأ حبيبي، أنا أعطيك أنت اقرأ، وأنت على 100 مهلك. أنت افهم ما معنى الآية واشرح لحالك. أنا أعطيك نعم. كل شيء. أنا فاهمك كل شيء، منزل لك كل شيء عندك على التكست. أنا ما بشوف تكست. أنا أتحاور معك، أتكلم معك. أعطيني قل ما عندك. يوحنا 15:19 5:19. فقال يسوع لهم: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمل الابن كذلك. الابن لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا. أنا بنتظر. تفضل حبيبي كمل. ليك الآية بعثت لك إياها كلها على التكست، لك وللمجموعة اللي معك كلهم، يعني مشان المجموعة كلها تقرأ الآية وتفسر الآية مشان تعرف شو مكتوب بالآية. يعني من هو هذا الآخر الذي يشهد له يسوع؟ من هو هذا الآخر الذي يشهد له يسوع؟ الآخر من هو؟ يشهد له يعني الروح القدس يشهد لابن الإنسان. روح وكلمة الله تشهد لابن الإنسان. يعني هو هل النص يقول هذا؟ تفضل، النص موجود. نص مش الذي يشهد لي هو آخر لم تسمعوا صوته قط ولم تبصروا هيئته. من هو الذي لم يسمع صوته قط ولم يبصر هيئته؟ هو الله الآب. أيوة نعم. إذا الإله الحقيقة هو الله الآب. طيب تفضل حبيبي. قريت الآية؟ ألو تسمعني؟ طيب السلام عليكم. تفضل حبيبي. سامعني يا أخي مراكنا؟ أنا سامع. سامعينك حبيبي، تفضل. عاوز تتكلم؟ تفضل حبيبي. سامعني الآن؟ سامعك أخي مرابي. أهلا وسهلا بك يا باستور ستيفان. هذا اسمك؟ قطيس حبيبي، ماني قطيس حبيبي. هذا اسمك؟ هذا اسمك؟ أنا جديد على السكايب. هذا اسمك يا حضرة الباستور؟ طيب أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. ربي يباركك ويعطيك الحمد لله حبيبي. أنا عندي يعني سمعت حواركم منذ شوي، منذ ربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة. أنا عندي ملاحظة، لو حضرتك يعني تتفضل وتعطيني تفسير في النص اللي هو في يوحنا 35 على ما أظن، اللي فيه الكلام عن القدرة، اللي قال فيه يسوع المسيح: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء. لحظة بس، إنجيل يوحنا 35 يا إخوان. نعم، ما فيه 35، هو 21 مش 35. لا 5 الإصحاح الخامس العدد 30. هلا كنا نقرأه حبيبي، تفضل. أيوة. طيب أيوة. بالنسبة للقدرة، هل القدرة عدم القدرة هي للناسوت ولا اللاهوت؟ يحكي على ابن الإنسان، على جسد ابن الإنسان، ما عنده قدرة. عم يحكي على اللاهوت، عم يحكي. طيب. أيوة. طيب يعني يحكي على ابن الإنسان. أيوة. هو اللي مش قادر يفعل من نفسه شيء. المشكلة يا حضرة الباستور في هذا النص إنه يسترسل ويقول: كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. طيب، هل ابن الإنسان يدين؟
ابن الإنسان يدين، لأنه هو عندما كان على الأرض كان ابن الإنسان. بعد موته وقيامته